السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دائما مع أخبار اللاعبين المغتربين من أصول جزائرية في مختلف الدوريات الأوروبية، نسلط الضوء اليوم كما جرت العادة على لاعب جديد. هذا اللاعب الذي يحلم باللعب في صفوف محاربي الصحراء مستقبلا، ويتعلق الأمر باللاعب دحمان طبيب عثماني الذي ينشط في صفوف نادي نونت الفرنسي. هذا اللاعب الذي يعتبر من مواليد سنة 2005 بفرنسا، وصول الجزائرية من جهة الأم وتحديدا من ولاية برج بوعريريش، في حين أن والد اللاعب من جزر القمر. تكون اللاعب عثماني في صفوف نادي نونت الفرنسي الذي تدرج معه في مختلف الفئات العمرية. يلعب في منصب وسط ميدان، يتقن اللعب بالرجل اليسرى، يمتاز بسرعة فائقة فوق أرضية الميدان، دون أن ننسى نزعته الهجومية التي ساعدته على التعلق بشكل لافت للانتباه في صفوف النادي نونت الفرنسي في مختلف الفئات العمرية، وذلك من خلال تسجيله وصناعته للأهداف، مما جعل إدارة نادي نونت الفرنسي تقوم بترقيته خلال سنة 2022 لصفوف الفريق الثاني لنادي نونت الفرنسي. هذه الفئة التي يدربها المدرب صاحب الأصول الجزائرية ستيفان زياني. كما أن تألق اللاعب عثماني جعل من الاتحادية الفرنسية تستدعي بصفة مستمرة في صفوف المنتخب الفرنسي في مختلف الفئات العمرية، مع العلم بأن ذات اللاعب سبق له أن عبر عن حلمه باللعب مستقبلا في صفوف محاربي الصحراء، خاصة وأن قدوته في اللعب هو لاعب المنتخب إسماعيل بن نصر. سلام.